السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت لكم النهاردة طريقة زراعة التوت من البذور. طريقة سهلة جدا، كل اللي احنا محتاجينه هي توتة بس تكون مستوية وناضجة زي ما انتم شايفين كده. هنستخرج البذور بتاعتها اهي. يعني أول ما بنضغط عليها البذور البنية دي، هي دي البذور بتاعتها، بنضغط عليها بيطلع لنا البذور. بعد كده بنجيب التربة، طبعا ممكن نحط كذا توتة زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، وبنسيبها موعد الزراعة في وقت حصاد التوت عادي. ممكن نخزنه لبداية الربيع عادي، وبعد كده بيتم زراعته عادي. أهم حاجة طبعا الري باستمرار، ولو أمكن تغطيته. لو الجو فيه نسبة رطوبة يبقى تغطيته بكيس بلاستيك. لو الجو فيه رطوبة بس، طبعا مهم جدا نختار ثمرة التوت تكون مستوية عشان يطلع منها، أول ما بنعصرها كده بيطلع منها البذور، بذور لونها بني. وإن شاء الله هنتابع بعد أسبوعين ونشوف النتيجة بتاعتنا. نتيجة زراعة بذور التوت سهلة جدا. تابعونا إن شاء الله لنهاية الفيديو، هنشوف النتيجة. وادي التوت اهوت بعد مرور حوالي أسبوعين تقريبا. شايفين ما شاء الله نسبة الإنبات عالية. أهم حاجة اتباع الخطوات اللي قلنا لكم عليها في الفيديو. التربة مهمة جدا، الري مهم جدا، المكان اللي هنحطه فيه طبعا مهم أيضا. يعني التربة لازم تربة تكون خفيفة خصبة. الري يكون بانتظام كل 5 أيام أو حسب ما التربة تجف. يعني لو قبل كده لو ممكن كمان كل 3 أيام حسب الجو برضو. المكان مش لازم يكون شمس شديدة قوية، لأ، لازم تكون شمس مغربلة أو مكان يعتبر ظل شوية عشان ما يأثرش على البذور وعلى الإنبات. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وإن شاء الله تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الزراعة مع قناتكم قناة زراعة بسيطة. تابعونا إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا، ويا ريت شير للفيديو عشان الكل يستفيد. أتمنى من حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.